خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الذي خلق الوجود عظيما وقدر كثيرا منه رحيما. بسم الذي تجد البحار بأمره بسم الله الرحمن الرحيم. وأحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا من بك أرحم الله ويا من عليك صلى الله. نبي إذا سئلت عن وجهه فكان قمرا منيرا، وإذا سئلت عن صدره فكان رحيما، وإذا سئلت عن قلبه فكان رحيما، وإذا سئلت عن قدمه فكم سعى للخير تقديما، وإذا سئلت عن كفه فكان كريما، وإذا سئلت عن خلقه فكان خلقه عظيما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، تحية مباركة طيبة من عند الله تبارك وتعالى نبعثها إليكم من هذه الرحاب الطاهرة من دار المناسبات الكبرى لجميع عائلات محمد علي بكفر العلماء. وقد اجتمعنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة الطيبة من ليالي شهر رمضان الكريم، شهر الصيام والقرآن، والتي نحتسب أن تكون هي ليلة القدر. إخوة الإيمان والإسلام، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عنها: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. يتلوها علينا فضيلة مولانا القارئ الشيخ محمد البكري سيد أحمد، فليتفضل داعين الله له دوام التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صلى عليه. عليك سيدنا. صلى الله عليه وسلم. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اللهم صل عليه. عليك يا سيدنا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يا سلام. كلامك يا مولانا. صلى على النبي. صلى على النبي. عليك يا سيدنا. صلى على النبي. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله عليك. جميل. صلى على النبي.
ونفتحها عليهم وعلى والديهم. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جعلنا منهم يا رب. افتح عليك يا سيدنا. امين يا رب. واصبر وما صبرك إلا بالله. افتح عليك يا سيدنا. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اللهم صل عليه. افتح عليك يا سيدنا. الله يزيدك يا مولانا. صلى الله عليه وسلم. حلاوة يا ابو البكر. إن الله مع الذين اتقوا. الله اجعلنا منهم يا رب. اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب. امين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحانه وتعالى. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عليك. عليك يا ابو متولي. افتح عليك يا ابو متولي. افتح عليك يا ابو متولي. الله الله صلي الله. على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي. افتح عليك يا ابو متولي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. تعالى سبحانه. وهو أعلم بالمهتدين. الله أكبر. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. افتح عليك يا ابو متولي. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير
عليك يا رب. اللهم ارحمنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عليك يا سيدنا. عليك يا ام متولي. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك يا ام متولي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحانه وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. عليك. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك يا شيخ محمد. الله عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. عليك يا سيدنا. اللهم صل على سيدنا النبي. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله
النبي خالص كده. وما أدراك ما ليلة القدر. اللهم صل عليه. ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله أكبر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم عليك. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. عليك يا سيدنا. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك. إنها بجلالها الآيات فيها هدى ما سكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الدرجات. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا هذا اللقاء الطيب المبارك وهذه الأمسية الدينية الذي هو خير بالقرآن الكريم. عشنا مع فضيلة القارئ الشيخ محمد البكري سيد أحمد، والذي أبدع وتجمل في تلاوته، وهو القارئ الذي يسعد الملايين بأدائه المتميز. يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه.   تصيبه نفحا فلا يشقى بعدها أبدا.
لله رب العالمين بالجود معروف وبالإحسان موصوف خيره إلى العباد نازل سبحانه وتعالى وشرهم إليه صاعد يتقرب إليهم بنعمه وهو الغني عنهم فإن الغني هو الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله قائم بذاته غني عن عباده سبحانه وتعالى أحصى الخلائق عددا ووسعهم علما وكفاهم رزقا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير من صام وخير من قام وخير من عبد الله حتى أتاه اليقين فاللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما كاملا على عبدك وحبيبك محمدا أما بعد إخوة الإيمان والإسلام نحن نعيش في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر العظيم المبارك ألا وهو شهر رمضان نعم كنا نستقبل منذ أيام هذا الشهر الله وأصبحنا نعيش في العشر الأواخر من رمضان نعم لا أوحش الله منك يا شهر الصيام الله لا أوحش الله منك يا شهر القيام لا أوحش الله منك يا شهر القرآن لا أوحش الله منك يا شهر الزكاة نعم فإن الكل سوف يفنى ويموت ويبقى الله الحي القيوم الذي لا يفنى ولا يموت الأيام العشر لها مكانتها عند الله ولها مكانتها عند سيدنا رسول الله ولها مكانتها عند كل مسلم أما بالنسبة لعظم مكانتها عند الله فإن الله خصها بليلة القدر فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها ليلة بعينها، فعن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته حتى يخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان أي تشاجر رجلان، ورفع كل منهما صوته على الآخر، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهما عن الإخبار بليلة القدر بعينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تحرجا في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هي دعوة النبي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلو عفى الله عنا ليس لنا بعدها إلا الجنة. آمين يا رب، آمين يا رب، اللهم اعف عنا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل جاهد في سبيل الله 1000 شهر. رجل من بني إسرائيل كان يجاهد بالنهار وكان يقوم بالليل لله عز وجل، فاستعظم هذا أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله تعالى بليلة القدر، فمن قام ليلة القدر فهو فعل أكثر من إنسان عبد الله 83 سنة، ليلة واحدة إن قمتها لله عز وجل تصلي فيها وتقرأ القرآن وتكثر من الاستغفار ومن الذكر والتسبيح لله تعالى ومن الدعاء لله عز وجل، إذا قبل الله تعالى منك وفتح لك أبواب السماء، فأنت بهذه الليلة وبهذه الساعات القليلة أكثر وأفضل ممن جاهد في سبيل الله 1000 شهر. إذا ليلة القدر ليلة مباركة صفت سماؤها وفتح الله فيها الأبواب، فمن قال يا رب استجاب الله تعالى له. فعلينا أن نستغل
البقية المتبقية من شهر رمضان في كثرة الاستغفار وفي كثرة الدعاء وفي كثرة فعل الصالحات، لعلنا أن نخرج من رمضان وقد غفر الله تعالى لنا. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يطهر لنا قلوبنا وأن يشرح لنا صدورنا وأن يشفي لنا أمراضنا وأن يرحم لنا أمواتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك يا سيدنا. يا رب صل على خير ما سبق، فهو الشفيع المرجى يوم القيامة، وهو الحبيب المرجى على أحد في موقف الحشر يبدو أين مثواه، من قبل مولده يحكم شيئه في عالم الغيب قد سلاه مولاه، وبشرت رسل المولى بمعرفته وكل تمنى على الرحمن الكلام. أيها الأخوة الأحباب، مواصلة لفقرة هذا الاحتفال الطيب المبارك في إطار احتفالاتنا بليلة القدر من هذه الرحاب الطاهرة من دار المناسبات الكبرى لجميع عائلات محمد علي بدرس العلماء الفضلية الخالص، مع مزيد من الدعاء والرجاء والامتنان، مع فضيلة المجتهد الشيخ محمد عبد العزيز شركة. أسأل ربي له دوام التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا قلت على هنا يا عم. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على النبي. يا رسول الله، يا وليس سواك يشفع. أنت الحبيب، أنت الحبيب، وليس سواك
رسول الله لنا في حيكم قمر يا آل بيت النبي يا آل بيت رسول الله لنا في حيكم قمر اللهم صل عليه. صلى على النبي. له الحصى ناطق والبدر واسع الله أكبر. طاب البشير طاب البشير له أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومنتصر يا سيد الرشد الكرام تحية يا سيد الرسل الكرام تحية والبعبد عاشق تواقي لما وخجلت من عاجزي مع السباوي إني أحب محمدا إني أحب محمدا حبا والسماء والأرض كالأوراق صل على النبي. عليك ربنا الله أكبر. فالحب